انقطاع التيار الكهربائي بالأمس. انقطاع التيار الكهربائي بالأمس أثار طبعا اهتمام وأثار انزعاج المواطنين في كثير من الولايات، وحسب ما وردني قبل قليل أنه للأسف انقطاع التيار الكهربائي لحد الآن مازال في بعض الولايات. قبل البث المباشر وصلتني رسائل من ورقلة أنه فيه انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي مع درجة حرارة 50 درجة 50 درجة وانقطاع التيار الكهربائي. أنا طرحت سؤال، يعني اتصالاتي قمت باتصالات، طرحت سؤال: ما هي سبب أو ما هي أسباب انقطاع هذا التيار الكهربائي في هذا الوقت بالذات؟ طبعا تصريح وزير الطاقة، هذا وزير الكهرباء العجال، يقول أنه نتيجة للضغط ونتيجة لكذا وكذا وكذا، وهذا التفسير بالنسبة لي هو تفسير منطقي. أنا أولا أطرح سؤال: من هو المدير العام لسونالغاز؟ لا يوجد. الوزير كان مدير عام سونالغاز، بعد ما تم تعيينه وزير، منصب مدير عام سونالغاز شاغر. الوزير هو راهو يلعب كما يقول لك الناس ديفونس واتاك، راهو يلعب دفاع وهجوم، راهو يلعب مدير عام سونالغاز ووزير. لعب حميده، رشام حميده في قهوه حميده. اذا لا نستطيع ان نحمل المسؤوليه لمدير عام سونالغاز، لانه ما كانش مدير عام سونالغاز، هو الوزير. السؤال: الا يوجد اطار من اطارات سونالغاز يتمتع بالكفاءه والنزاهه ويقدروا يوليوه المنصب ويعطوه مدير عام؟ مش عارف. يعني كاين العجال فقط، هذا عجال، هذا المدير هو فقط اللي المخير تاع المخير، هو ميسي ولا رونالدو ولا مارادونا في السطاد، غير هو اللي يعرف يلعب. مدير عام سونالغاز طلع وزير ما لقاش كل يحط. اذا كارثه، علما وانه اطارات سونالغاز اللهنه بالشبعه اللي كانوا اقدم حتى من العجال هذايا، اقدم من هذا الوزير. اذا ما عندناش مدير عام سونالغاز. الامر الثاني اللي نقوله انا وعشته، انني عشت 5 سنوات في الخليج. الخليج على الاقل حتى لا ابالغ باش ما 8 شهور في العام كليماتيزور يخدم. 8 شهور في العام كليماتيزور يخدم ليل ونهار ما يحبسش. انا عشت 5 سنين في الخليج، كليماتيزور في داري، خاصه انا عندي الرب وعندي لازم ما نطفيش، تقريبا 8 شهور ما يطفاش. طفيه ممكن في نوفمبر ديسمبر جونفي فيفري، هذا 4 شهور اللي يطفى. نوفمبر ديسمبر جونفي فيفري يطفى. نهايه فيفري نفتحوه، تبدا السخانه، تبدا الرطوبه. يعني من فيفري حتى اكتوبر الكليماتيزور خدام اش 24 ليل ونهار ما يحبسش. ليل ونهار. كي نقول لك ليل ونهار معناتها كل الشعب ما كانش بيت في سلطنه عمان او في الامارات ما فيهاش كليماتيزور. يعني ممكن ما عندهمش الخبز، لكن الكليماتيزور ضروري، ورخيص ماهوش غالي. تلقاه رخيص مستعمل، والله رخيص ماهوش غالي بزاف. اذا المبرد في دول الخليج ضروري جدا، اكثر من الخبز واكثر من الماء. لكن عشت 5 سنين عمري في حياتي ما سمعت ان انقطاع التيار الكهربائي نتيجه الضغط والناس جالسه عليه كليماتيزور، عمري ما سمعته. لماذا؟ لانه هذه الدول في الخليج دايره حسابها انه لازم يكونوا متجهزين للطلب المتزايد، وما عندهمش الذروه. انا قلت لكم من 8 شهور الكليماتيزور يخدم ليل ونهار ليل ونهار، ما عندهمش الذروه عندهم طول العام هما. اذا دايرين حسابهم، يعني كما قال كسر رجليك على حساب قطاعك، وما عندهم قطاعهم طويل على حساب الرجلين، مغطين رواحهم مليح. حنا دولة منتجة وبإمكانها نعم أن تغطي احتياجات الشارع أو المواطن الجزائري أو السوق الجزائرية وزيادة. إذا أين هو المشكل؟ مشكل صح كما قال الوزير في الذروة وكذا، لا موش هذا هو المشكل. أولا الوزير قدم تقرير غلط للرئاسة، لأنه أنا نتكلم لكم بناء على معلومات دقيقة من داخل سونالغاز، من إطارات سونالغاز. اتصل بي إطار سامي جدا، اعطاني المعلومات دقيقة. قال بنز دايرة لومبان ما صراش في سيدي عقبة كما قال الوزير في بسكرة، لا،
قال لي لومبان الاول، المشكل اللي صرا الاول صرا في حجره النص في تيبازا. المشكل الاول صرا في حجره النص في تيبازا، هذا المشكل. اوكي، اذا المشكل الاول صرا في حجره النص، باش نكونوا واضحين سي محمد. ومن بعد نجو رايحين بالعقل يا سي دكدوك. عندنا شحال عندنا احنا 12 مولد، عندنا 12 مولد كهرباء، 12 اللي يعني هذو الكبار اللي تاع التيستي، عندنا 12. القدره الاجماليه اللي كاينه قال لك محطه حجره النص، المحطه حجره النص القدره نتاعها الاجماليه 1227 ميجا وات، 1227 ميجا وات، وهي اكبر محطه مفروض. هذه اللي طاحت بان، هي الاولى اللي صار فيها المشكل. والدليل انه جزء كبير من الجزائر العاصمه خاصه شراقه دير ابراهيم، لانه انا اول واحد اتصل بيا قال لي بزدير ما عندناش تريسيتي او يسمع فيا في دير ابراهيم، قال لي بزدير راهي ظلمه الدنيا. قلت له ما تمسخرش، قال لي والله العظيم تريسيتي راحت. قلت له ما تمسخرش في دير ابراهيم، قلت له عندكم في داركم في الحومه كسمه ديجونكتور. قال لي لا لا لا، قال لي انا خرجت برا ندور مكان. قلت له صور لي فيديو، نعرفه الثقه بصح، قلت له صور لي فيديو. قلت له اخويا لازم وبالفعل ارسل لي فيديو ظلمه. ومن بعد بدات تخرج لي هضره. انا اذا كنت تذكروا كتبت منشور قلت باللي رواندا الشماليه قطعت التيار الكهربائي في رواندا الشماليه، طبعا نقصد في دير ابراهيم وشراقه والجماعه. شرت خبر قلت انقطاع التيار الكهربائي في رواندا الشماليه. من بعد ظهر باللي كاين انقطاع على مستوى مش فقط العاصمه، جزء من العاصمه اللي تاخذ الكهرباء من حجره النص من تيبازا راح تريستي عندهم، لانه المشكل صرا قبل في حجره النص. ثم صرا مشكل في سيدي عقبه اللي تمد المناطق الشرق، اللي هي معظم ولايات الشرق، ابداها من الطارف الى غايه نظن حتى بجايه حتى ميله حتى ذوك الولايات كلها في الظلام، قسنطينه طارف المناطق عنابه كل المناطق هذيك. الغريب في الامر انه حتى مدن في عنابه في تونس يعني اللي تاخذ الطاقه من الجزائر نفس الشيء تحت بان. وهذا الشيء معروف لانه احنا نمدوا الكهرباء من ايام بومدين، نمدوها لتونس. احنا نساعدوا تونس بالطاقه الكهربائيه من ايام بومدين. نتذكر واحد القصه هذه مشهوره طبعا، صارت واحد الكلام هكذا بورقيبه قال باللي الجزائر مدت لنا اراضي وراهي مدت لنا الطرف هذه راهي تابعه لتونس داوها لنا، وجزء من صوق هراس وجزء من تبسه تابع لاخر بومدين. قال له ايش راه يقول؟ قال له عيط الوالي تاع النابه، قال له طفي لهم ديجونكتور. طفى لهم عن تونس كامل ظلمه، لانه بكري في وقت بومدين الكهرباء كانت توصل حتى لتونس العاصمه، حمامات ونابل تاخذ من الجزائر. فقط بعد الاستقلال بعد بداوا بشويه بشويه، لكن بعض المدن الكبرى يعني الولايات اللي قريبه للحدود الجزائريه ما زالت لحد اليوم تاخذ الكهرباء من الجزائر. اذا لما الوالي تاع النابه طفى لهم ديجونكتور، في ذاك الوقت كان عبد الحميد ابراهيمي الله يرحمه، عبد الحميد ابراهيمي هو اللي كان والي في ذاك الوقت. كي طفى لهم ديجونكتور نظن هو كي طفى لهم ديجونكتور خرج بورقيبه قال له يا ودي قلنا لك ليه ما عشينا في ظليمه خلاص بطلنا. لقى روحه صاحبه بدي قال له يا طفي لهم الضوء، هذا واش راه قاعد بورقيبه خرج في كلمه مشهوره قال قلنا لك ليه ما عشينا في ظليمه خلاص بطلنا يا ودي، ما سمعوا رانا ضاربيننا حخطونا. فرنسا قسمت مستعرفين بالحدود الاستعمار، حدود الاستعمار التاريخيه خلاص. اذا هذه نكته فقط، هي حقيقه مش نكته لكن يعني نذكرها الان. اذا قلت انه التيار الكهربائي في المنطقه الشرقيه كلها ضرب. صار المشكل في محطه سيدي عقبه مثل ما قال، لكن بعد محطه حجره النص. اذا المشكل اين هو؟ حسب خبراء سونالغاز المشكل الأكبر يا سيدي دكدوك هو أن الجزائر عندها 12 محطة. الجزائر عندها في المجموع 12 محطة لتوليد الكهرباء على مستوى الوطني. عندنا 12 محطة. هذو 12 لو كان جينا مشغلين منهم 50% 6 محطات فقط تريستي ما تطفاش، مستحيل تطفى. هذو الخبراء تاع سونالغاز يقولوا، قال لك لو كان جينا نشغلوا 50% من الطاقة الحقيقية الجزائرية اللي هي 12 محطة، لو كان جينا نشغلوا 6 محطات فقط تريستي ما تروحش إلى يوم القيامة، مستحيل تروح. قلت له إذا وراه المشكل؟ قال لي المشكلة وين؟ قال لي عندنا 12 بالنسبة لرئيس الجمهورية، عندنا 12 بالنسبة للدولة، عندنا 12. قال لي عندنا في هذو 12 كاين 3 راهم طايحين اون بان من عام دقيوس. لماذا؟ لأنه قطع الغيار ما قدرناش نستوردوهم من الخارج نتيجة مضيق هرمز. قال لك مضيق هرمز
ما نقدروش نستوردوا لانه العمله ما عندناش وصعب، وش ديروا بيهم؟ قال لك راهم اون بان 3 محطات، 3 محطات راهم طايحين اون بان، عندهم حوالي 2 و3 سنوات، وبالتالي ما نش نستعملوا فيهم. هل التخلي على 3 محطات يؤثر؟ قال لك لا يؤثر. قال لي لا يؤثر، قال لي يعني قلت لك 6 نقدروا نمشوا الجزائر كامل، 3 هذو كنا موزعين، يعني منقصين الضغط على محطه، منقصين. قال لك طاحوا 3 اون بان، راهم اون بان، غطاهم بالباش وخلاهم نتيجه غياب او نقص قطع الغيار. قطع الغيار تاعهم محتاجين حوايج، راهم اون بان. اوكي زيد. قال لك بقاو لنا قداش؟ بقاو لنا المفروض كي نحيو 3 يبقاو لنا من 12 يبقاو لنا 9. قال لك في هذو 9 قال لك الرئيس طلب من مدير عام سونا الغاز والاخر، قال له اونجاجيت مع النيجر، عاونوا النيجر، لازم باش نسوي الوضعيه معاهم السياسيه وكذا. عجال يعني منح النيجر 5 محطات، 5 محطات من 9 اللي بقاو، اللي كانت الجزائر ما تستعملهمش، يعني كان يعني كما يقول لك الناس حاطينهم زياده، لكن كانوا منقصين الضغط على هذوك المحطات 4 الكبار. عندنا 4 كبار و5 شويه اقل، هذوك 5 جدد في الكرتون في النيلو، سلمهم هديه الى النيجر بناء على تعليمات من القياده السياسيه من رئيس الجمهوريه، وبالفعل ادوهم للنيجر وشعلوهم. والنيجر الان ما تروحش الكتريستي، النيجر ما تروحش تريستي، احنا اعطيناهم واحنا تروح لنا تريستي. 5 محطات مديناهم للنيجر.